تعالوا نعمل القهوة. الفيديو ده بعنوان مش قادرة بس لازم اكمل. عاوزة انام. صباح الخير، صباح الورد والفل. جوزي خلص البني بتاعي كله، مش عشان هو اللي جايبه يعني. خلصت اهو. يا رب تعمل حاجة في دماغي دي. انا متأخرة قوي بجد، متأخرة قوي، راحت عليا نومة. طب ما انا كنت تعبانة برضو يعني. شوف بقى صاحبتي خلصت ولا لا، عشان عندي غسيل عايز يتنشر. دخلت كده احاول اوريكم لون شعري بس ما ظبطش قوي في المقطع ده، فقلت قالت لي ان هي لسه ما خلصتش. يلا ننشر، اوريهولكوا في مقطع تاني علشان ما ظبطش قوي في الفيديو ده، لانه كان كيرلي وكيرلي مش بيبين اللون بتاع الشعر، هو باين بس حاجه خفيفه. بس يعني انا جت معايا اني انا الجزء اللي هو ديل الحصان ده كده كله اصلا انا عندي قبل الحنه كان لونه يعني مايل للنحاسي اللي هو الغامق، فحاسه انه مش باين قوي. يمكن هو باين قدامكم بس انا حاسه ان هو مش باين قوي. طبعا كنت غاسله كده غسلة غوامق، شوية بناطيل كده على كام تيشيرت غامق بينزلوا لون كده، او اخاف ينزلوا لون لان هم حاليا ما بينزلوش. تعرفين الحاجات الغامقة في اول غسيل حتى لو كانت براند وغالية جدا لازم بتنزل اول مرة على الاقل. فشطفتهم كده، اغلبيتهم كانوا بتوع جوزي، كان ليا فيهم تيشيرت واحد بس وبنطلون، وخلصت وبسرعة نزلت عشان هي كانت نزلت وديني في الشارع. وهنا كده كنت وصلت وابتديت اليوم. عايزة اقول لكم الشمس كانت بتموت. خلصت اليوم بتاعي كله وهنا كنت طالعة على السلم خلاص داخلة على الشقة عندي. فانا لان انا اخر دور لسه راجعة والجو حر جدا جدا بجد، صعب قوي. جايبة معايا فاكهة اهي، هغسلها دلوقتي واسقعها في التلاجة. في حاجة بس عايزة اقول لكم عليها عشان انا شفت كومنتات كده غريبة قوي، عشان برضو تبقوا فاهمين. انا الصبح في روتين يوم الجمعة بجهز المج الحراري ده فيه القهوة اهو، اللي بعبيه قدامكم يعني حتى مكان القهوة. تمام، مش منطقي ابدا اجهز مج قهوة حراري عشان اقعد اشربه في البيت قبل ما اروح الكنيسة والقداس والكلام ده كله. بصوا انا قلت لكم كده عشان انا اي حد بيكتب لي كومنت انا بحترمه جدا وعلى راسي، بس يعني بلاش نحكم على بعض قبل ما نعرف بعضينا، ماشي؟ انا بقول لكم كده عشان انتوا غاليين عليا. مش معقول يعني هقوم الصبح بدري اجهز قهوه وانا رايحه الكنيسه، وانتوا اكيد فاهمين يعني مش معقول. وكمان هحطها في مج حراري، يعني لو انا هشربها هحطها في اي مج قدامكم، مش في مج حراري. مج حراري اهو، اهو بالمصفى بتاعتها اهي، مج حراري. هشرب في اي كوبايه، وانا لو هشرب قبل الكنيسه انا هقول لكم انا مش هخاف، انا بس بقول لكم عشان تبقوا فاهمين القصد والنيه. الجو بجد انا مش عارفه احنا هنكمل بقية شهر 7. لا 7 خلص، 8 و9 ده ازاي حقيقي يعني. بصوا جبت الاطباق دي
عشان احط فيها الفاكهه اللي انا جبتها. دي ازازه ميه. ما تنسوش الميه، رطبوا جسمكم اول باول. كمان جبت الخوخ ده، الخوخ الطعميه هما بيقولوا عليه كده. بصوا عامل ازاي. عايزه اقول لكم ريحته خطيره. انا هدوقه، انا عارفاه طبعا بجيبه على طول في الموسم بتاعه، بس هدوقه عشان ده يعني انا اتاخرت عليه قوي في ان انا اشتريه. هدوقه قدامكم دلوقتي واقول لكم. بصوا غسلتهم كده بالخل، فاكهه عامه يعني. وتعالوا ندوق مع بعض. واحده صغيره اهو، بصوا شكله. مسكر جدا جدا، يعني السكر بتاعه فظيع. حلو قوي. بصوا قعدت طبعا اكل فيه. انا من عشاق الخوخ والبطيخ والمانجا، 3 دول بموت فيهم. سبتهم بقى عشان افتكرت ان انا في فيديو وقلت هلاقيه مش حلو، بس طلع مسكر زياده، يعني سكره زياده. دلوقتي انا لازم انام، لازم، عشان انا صاحيه من الساعه 6 تقريبا، واليوم كان مرهق جدا. فتعالوا نشوف هنعمل ايه كده. لسه صاحي من النوم وجوزي قرر ان احنا ننزل، فيلا بينا ننزل ونشوف هنروح فين. وقضوا معايا، يعني انا ماشيه معاكم كل يوم بالتفصيله. يلا نشوف مع بعض هنروح فين. جوزي خدني ونزلنا كده. رحنا عند وهمي. مش كل الفروع بنحب اكلها، لان مش كل الفروع اكلها كويس. لو عرفتوا انا فين هنا كده اكتبولي في الكومنتات، وانا عارفه ان ناس كتير هتعرف، لان المكان ده معروف جدا جدا. جبنا الاكل طبعا، استنينا الاكل اكتر من نص ساعه. كل حاجه كنا واقفين وكانت بتتعمل قدامنا، وكانت سخنه جدا. عايزه اقول لكم انا كنت ممكن ناخد الاكل ونروح البيت، بس احنا مليناش مكان في وهمي نفسه، فطلعنا قعدنا في الجنينه او المنتزه اللي معمول جنبه، علشان خاطر كنا حرانين والمنتزه كان زحمه جدا. خلصنا ودخلنا عند العب نشوف علب حلاوه المولد، لاننا بنحبها جدا. كل سنه وانتم طيبين. وهنا كده دخلت لقيت عمو دوت واقف بيبيع شويه شنط حلوه جدا، هوريكم جبت منه ايه. واخدت شاور متين، ودلوقتي اقول لكم باي باي.